امبارح كابتن حسام غالي طلع شويه تصريحات كده، كان في برنامج وقال شويه تصريحات كده زي مثلا انت عاوز تبقى رئيس نادي؟ نفسي ابقى رئيس نادي بس ما عنديش سيف ودرع عشان الحروب، ولو ابقى رئيس نادي هجيب حواليا الناس اللي بتحب النادي ومش هيبقى فيهم من الناس اللي بتشتغل بمصلحه، والناس كلها تشتغل في حب النادي باستماته. كلام غريب لو ما يطلعش من كابتن زي واحد زي كابتن حسام غالي، هنقول ده الراجل ده ايه اللي بيقوله ده. اما واحد زي كابتن حسام غالي ده قيمه وقامه، وكابتن النادي الاهلي وابن من ابناء النادي الاهلي وحاجه حلوه. يعني كابتن حسام غالي مع احترامي لاي حاجه كلاعب كوره، كابتن. يجي النهارده الكابتن الخطيب يجي الصبح يروح النادي يحضر مع اللعيبه يقول لهم الكوره دي للرجوله وانا عاونت قد المسؤوليه ويشجعهم ويحمسهم ويتكلم معاهم. بعدها بشويه نسمع من الاستاذ احمد عباس الصحفي يقول لك انه قعدوا 4 ساعات اجتماع، 4 ساعات ونص اجتماع، وبعد من الاجتماع قبل ما يخلص خد بعضه ومشي وساب ورقه مع اعضاء مجلس الاداره، واحد من اعضاء مجلس الاداره، وقال له الخبر ده احنا كلنا سمعناه ان الكابتن الخطيب مش هيرشح نفسه في الدوره الجايه في انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي. طب يا كابتن خطيب لو انت فعلا مش هترشح نفسك عشان خاطر صحتك، لا الف سلام عليك، وانت قيمه وقامه من ايام ما كنت لعيب كوره لغايه ما بقيت رئيس نادي، وكل ليك معزه خاصه في قلوب جميع الاهلاويه، لا في قلوب جميع حد بيحب الكوره في مصر. يعني من زمان بيبو والله يا خطيب، من ايام ما كنت لاعب لغايه ما بقيت رئيس نادي كلنا بنحبك. اللي حضرتك وانت بتلعب ولا ما حضركش وانت بتلعب، حتى اللي يشوف فيديوهاتك القديمه يحبك. لعيب وكنت اداري ووصلت النادي زي ماشي على الخطه بالظبط ان الاهلي على طول بقى فوق. لو انت سبب تنازلك عشان خاطر كلام حسام غالي، فلازم حضرتك تطلع تفسر لك. انا مش طالع يعني ولا هاجم كابتن حسام غالي ولا هاجم كابتن خطيب ولا اتكلم مين اللي هيرشح ومين اللي لا. انا كلامي كله ان بيبو قيمه وقامه في مصر، كابتن حسام قيمه وقامه في الاهلي. فكابتن حسام لما يطلع يقول الكلام ده والكابتن بيبو يحصل منه الكلام ده، فعاوزين احنا تفسير، يعني جماهير الاهلي نفسها حد يفسر لها الكلام ده. اما كابتن بيبو او كابتن خطيب، إيه، انت عملت اللي عليك، يعني انت عملت اللي عليك، وصلت النادي الاهلي زي ما احنا عارفين فوق، ما قصرتش مع النادي الاهلي في حاجه، واحنا عارفين ان الايام الله يرحمه لعمرو فاروق، وانت بتقول انا كنت بسلم الشيله لعمري عشان خاطر انا تعبت، وانت عارفين ان كل شويه تعبان وكل شويه في المانيا، كل شويه عندك مش عارف ايه في دماغك، عمل ايه في دماغك، يعني ربنا يشفيك. فالسؤال دلوقتي مين اللي هو هيجي بعدك؟ يعني دلوقتي احنا دلوقتي كل الاهلاويه مشغولين دلوقتي مين اللي هيجي بعد كابتن الخطيب، مين اللي هيجي يمسك الدفه النادي الاهلي بعد الكابتن الخطيب؟ هل هو زي ما بيتقال سيد عبد الحفيظ، ولا كابتن طاهر ابو زيد، ولا كابتن استاذ خالد مرتجي؟ مين هو اللي هيبقى؟ ما هو لازم اللي يمسك مكان الكابتن الخطيب ده يبقى نفس القيمه. وانا ما اظنش ان في حد زي الكابتن الخطيب في قيمته، يعني انا ما اظنهاش. يعني هتختلف معايا تتفق معايا، انا رايي ان الكابتن الخطيب ما فيش حد في قيمته. تختلف معايا تتفق معايا، انا ما انا ده رايي. بس هو ده كابتن بيبو، انت مين اللي هيجي بعدك؟ ده سؤال كل الاهلاويه، مين اللي هيجي بعدك؟ هتقول لي في قوايم ومش في قوايم. هو طلع النهارده في اجتماع على كلام الاستاذ احمد عباس ان في قوايم كتير مضروبه نزلت، حتى هو في وسط الاجتماع طلع في الكابتن الخطيب طلع من التليفون بتاع الواتس ان بنته بعتها له قايمه برضه قوايم كتير، واحنا عارفين ان في لجان كتير في الموضوع ده. فيا كابتن الخطيب انت قيمه وقامه وحب الاهلاويه وحب الزملكاويه واي حد بيشجع كوره للخطيب، لا كتير. فيا كابتن بيبو ربنا معاك ويوفقك وانت عملت اللي عليك، ويا ريت لو ينفع ترجع في قرارك ان انت مترشح نفسك في الانتخابات اللي جايه، ترشح نفسك في الانتخابات الجايه يا ريت. لو مش هينفع عشان صحتك سنك الكبير وتعبك ومرضك، وانا عارف ان المسؤوليه كبيره في النادي الاهلي، فكلنا ليك بنقول لك كلك ليك التوفيق، وربنا يشفيك يا رب ويعافيك ويخليك لعيالك بامانه. انا واحد من الناس اللي بعشقك فعلا، بعشق بيبو والله يا خطيب، بعشق الكابتن الخطيب محمود الخطيب اللي كان
متربي مع صالح سليم في الاداريات لغايه ما مسك من اول ما كان لعيب كوره لغايه ما مسك رئيس نادي. بيبو حاجه كده من اساطير الكوره في مصر. فربنا يوفقك يا كابتن بيبو، ويحبك في قلب الاهلاويه كتير. سلام.